بتبدأ الحكاية مع شخصية سياسية مشهورة جدا اسمها مارجريت، واخدة عيل قد عيالها كده في أوضة في فندق، وأثناء ما كانوا بيلعبوا مع بعض الولد ده وقع من على السرير على ترابيزة ومات. مارجريت في الوقت ده طلعت تليفونها بسرعة واتصلت بواحد ما تعرفوش أساسا، كانت أخدت رقمه من واحد تاني تعرفه وتثق فيه جدا. الشخص اللي تعرفه وتثق فيه جدا ده اللي اداها رقم الشخص ده، قال لها لو وقعت في أي مشكلة اتصلي بالشخص ده وهو هيحللك المشكلة. المهم مارجريت بتتصل بالشخص ده وشرحت له الظروف وقالت له على اسم الفندق ورقم الأوضة بتاعتها، فالشخص ده راح لها. بص كده يا كبير، الشخص ده اسمه ما اتقالش طول الفيلم فاحنا هنسميه جو بيروح لها الفندق، بيدخل الاوضه، بيتفقد المكان، بيبص بيلاقي الولد ده ميت على الارض، وبيسال مارجريت ايه اللي حصل بالظبط من اول ما جت الفندق وشافت الولد لغايه ما طلع معاها ومات. قالت له ان كان في حفله في الفندق تحت، وكانت شايفه الولد ده مهايبر وهي كمان كانت داخله في المود، فعزمت عليه انهم يأجروا اوضه ويطلعوا مع بعض. وقالت له بعد كده انهم طلعوا والولد بعد كده فضل يتنطط على السرير وقع على الترابيزه ومات. قال لها حلو قوي، اتفضلي استريحي انت واشربي اي حاجه وانا ههندل الموضوع. وجو لسه هيبدا الشغل فجأة الباب خبط. جو قال لمارجريت ما تفتحش، ولكن اللي بيخبط على الباب ده هو اللي فتح الباب. بنبص بنلاقي واحد تاني. جو اول ما شاف الشخص ده ما كانش مبسوط قوي، كمان الشخص ده اول ما شاف جو كان نفس الكلام، ما كانش مبسوط. وبيتضح ان الشخص التاني ده جاي عن طريق صاحبة الفندق نفسها، وبيتضح برضه ان صاحبة الفندق حط كاميرا جوه الاوضه وشافت كل اللي حصل، فبعتت الشخص ده علشان يحل المشكله دي وما يحصلهاش مشاكل في الفندق لانها خايفه على سمعه الفندق بتاعها. واتضح ان الشخص ده شغال نفس الشغلانه بتاعت جو، برضه ما اتقالش اسمه طول الفيلم فاحنا هنسميه براد. طبعا براد وجو ما كانوش عاوزين يشتغلوا مع بعض لان كل واحد فيهم متعود يشتغل لوحده، ناهيك كمان ان هما الاتنين مش طايقين بعض. لكن صاحبة الفندق بتكلمهم على التليفون وبتجبرهم انهم يشتغلوا مع بعض، ده اللي بيخلي جو ينسحب من المهمة دي ويقول لهم انا مش شغال مش لاعب. فمارجريت بتقول له خلي بالك ما ينفعش تمشي لانك متصور في الكاميرا، فبما انك طلعت في التسجيل فانت اتلطيت في الموضوع معانا ومفيش قدامك غير انك تكمل. فجو مضطر اسفا اضطر انه يشتغل مع براد، وبيتضح ان هما الاتنين بيشتغلوا بنفس الطريقه بالظبط، كمان بيسالوا نفس الاسئله، حتى اللبس اللي لابسينه نفس اللبس. وهما الاتنين كانوا جايبين لمارجريت لبس خارجي غير اللبس اللي هي لابساه لان لبسها كان كله دم، فاخدت بنطلون من هنا على بلوزه من هنا، ما رضيتش تزعل حد. وبعد ما مارجريت لبست قالوا لها روح انت امشي وعيشي يومك بطريقه طبيعيه واحنا هنحل الموضوع ده. وبداوا بعد كده الشغل. طبعا زي ما احنا قلنا هما الاتنين مش طايقين بعض، فطبعا كل واحد كان عمال بيحط ملاحظات للتاني ويقول له بقى اللي انت بتقوله ده غلط او اللي انت بتعمله ده غلط، المفروض يتعمل كده بدل ما يتعمل كده والجو ده كله. وبعد عناء شديد اتفقوا انهم ما يتفقوش برضه، فبراد فضل قاعد يبص على جو وهو بيشتغل ومروق على نفسه كان زي الكولا، وجو بصراحه شغله كان زي الفل. المهم اثناء ما كان جو بقى بيلم كل الادله اللي في المكان وكل الزباله بتاعتهم حتى الزباله بتاعت براد بالصدفه بيشوف شنطه كده باين منها الطرف بتاعها، بيطلع الشنطه دي وبيفتحها بيلاقي جواها ايه؟ مخدرات. براد قال احي ده الشغلانه عماله بتوسع، ونده على جو ورا له المخدرات. فطبعا استنتجوا ان المخدرات دي بتاعت الولد ده، واكيد الولد ده المفروض يوصلها لحد، وان المخدرات دي لو ما وصلتش لصاحبها هتحصل مشاكل كتير والموضوع هيوسع اكتر. فاتصلوا بصاحبه الفندق وقالوا لها على الشنطه دي، فقالت لهم يتصرفوا برضه ويحلوا المشكله، وقفلت في وشهم السكه. فبالتالي ما كانش قدام جو وبراد ان هم يشتغلوا مع بعض علشان يحلوا المشكله دي. جون لف جثه الولد لفه هدايا حلوه قوي وعلقوا في العربيه بتاعت الفندق دي على انه بدله، خدوا في الاسانسير ونزلوا الجراج، راح جاب العربيه ورمى جثه الولد ده في شنطه العربيه بصنعه معلمه كده. الله يا فنان، شفت الرميه؟ رميه ناس عندها خبره. على كل حال جو بعد كده بيتكلم مع براد، هما الاتنين بيتفقوا على الخطه بتاعتهم، ولكن كل واحد فيهم عايز يبقى الرئيس على التاني وهو اللي ماشي الخطه بمزاجه، وشغالين زن وناير ونقير في بعض. والمفاجاه بقى يا سيدي في هذه اللحظه يحصل ايه؟ جثه الولد اللي في الشنطه اتحركت والولد طلع عايش. طبعا في اللحظه دي جو وبراد استغربوا جدا، فجريوا عليه بسرعه وبراد ضربه خلاه يغمى عليه وقفلوا عليه الشنطه. وبراد بعد كده اقترح على جو انهم ياخدوه لدكتوره براد يعرفها معرفه شخصيه علشان تفوق الولد ده ويعرفوا منه ايه الحكايه بالظبط والمخدرات اللي معاه دي بتاعت مين، ويوصلوها لصاحبها ويبقى كده الموضوع خلص. جو قال له ماشي يلا بينا. هو طبعا ما قالوش ماشي على طول، بس بعد عناء شديد واقناع شديد وافق في الاخر. بيروحوا للدكتوره دي وبراد بيتكلم معاها، بيشرح لها الموقف وبيطلب منها مساعدتها، ولكن الدكتوره دي لسانها طويل قوي، اكيد اتشدت من لسانها. ولكن مش ده موضوعنا. الغريب في الموضوع ان جو كمان طلع يعرف الدكتوره. الله، حتى الدكتوره تعرفوها انتوا الاثنين؟ المهم يعني بعد عناء شديد وهما الاثنين فضلوا يترجوا فيها علشان تساعدهم وتفوق الولد ده، الدكتوره وافقت. دخلوا الولد في اوضه الشغل الشمال بتاعها، والدكتوره طردتهم بره هما الاثنين علشان تعرف تشتغل على انفراد. بره هما الاثنين فضلوا دردشوا مع بعض، طبعا ما كانتش دردشه وديه. المهم يعني بنعرف ان الولد ده اخد مخدر جامد، ده اللي خلاه وصل للحاله دي، خلى قلبه يدق بالراحه خالص يبان كانه ميت. وبنعرف بعد كده ان براد وجو بيستخدموا الدكتوره دي للعلاج بتاعهم في حاله يعني لو حد فيهم اتصاب بطلقه او اتعور في اي وقت. واثناء ما كانوا بيتكلموا
بيتكلموا منهمكين في الكلام، فجأة بيلاقوا الولد ده طالع من عند الدكتورة بيجري زي المجنون، كأن الدكتورة ادت له حقنة نووي، طالع بيجري بالبوكسر. الدكتورة قالت لهم انتوا هتقفوا تتفرجوا ولا ايه؟ اجروا بسرعة هاتوه. فبسرعة جو وبراد طلعوا يطاردوا الولد ده، والولد ده قاعد يجري في الشارع بره بالبوكسر في عز التلج اللي بينزل عليه ولا حاسس بأي حاجة، اكيد اشعاعات النووي مدفياه. الولد ده اتخبط كذا خبطة ووقع كذا وقعة، ولكن الواد ده بسبع ارواح ما بيموتش، ده حتى جو خبطه بالغلط، ولكن جه صوت يا معلم، الولد طار في الهواء ونزل واقف، هذا ما لم نسمع به من قبل. المهم بعد عناء شديد جدا ومطارده تقريبا اخدت نص الفيلم، اخيرا مسكوا الولد ده، خدوه ورجعوا للدكتور علشان تكمل علاجه. فالدكتوره بصت لهم من الشباك كده، شتمتهم هما الاثنين وهزقتهم في نص الشارع وقالت لهم بقول لكم ايه، خدوه من هنا وشربوه ميه كتير وهيبقى زي الفل. يا اخي الدكاتره هناك غريبه. على كل حال جو وبراد اخدوا الولد ده وراحوا فندق معفن كده، اجروا اوضه واخدوه فيها علشان يستجوبوه يعرفوا منه اللي بيحصل بالظبط. هناك طلعوا المخدرات وقالوا له المخدرات دي بتاعت مين يالا. الولد في الاول ما رضيش يتكلم، ولكن بعد ما رهبوه كده وخوفوه بدا يتكلم. قال لهم المخدرات دي بتاعت واحد اسمه لاجرينج، وانه كان المفروض واخدها من مكان علشان يوصلها لمكان تاني. سالوه انت واخدها من مين؟ قال لهم انا واخدها من واحد صاحبي ده المفروض كان هو اللي يوصلها، ولكن للاسف والدته دخلت المستشفى وبعد كده ماتت، فطلب مني اوديها مكانه لانه مش هيقدر يوصلها، وانا غصب عني وافقت وما كنتش اساسا اعرف انها مخدرات. كمل كلامه وقال لهم انه المفروض في الاول كان هيروح مكان ياخد منه جهاز، الجهاز ده هيتبعت له عليه العنوان اللي هيوصل فيه البضاعه، بس قبل ما يروح المكان ده دخل الفندق اللي قابل فيه مارجريت، وكان مستمتع جدا باجواء الحفله اللي كانت هناك، فاخد شويه من المخدر اللي معاه علشان يندمج، لكن اتضح انه اخد جرعه كبيره فده اللي تسبب له في حاله الاغماء. المهم يعني خلاصه الموضوع ده كله، جو وبراد قالوا له ياخدهم للمكان اللي هيستلم منه الجهاز اللي هيجي له عليه العنوان. لما راحوا المكان ده اتضح ان المكان ده بار، والغريب في الموضوع ان كان في واحد هناك رئيس عصابه مشهور جدا اسمه ديمتري المجنون ده، كان عامل فرح بنته في البار، وبراد وجو لمحوه من بعيد، فهم الاثنين في نفس الوقت قالوا حي. الولد اللي معاهم قال لهم ايه في ايه يا جماعه خير؟ قالوا له هم الاثنين ان هم عملوا مهمات كتير لحساب الشخص اللي اسمه ديمتري ده، ولو حس انهم هم الاثنين على علاقه ببعض هيقتلهم هم الاثنين، لان كل واحد عمل له مهمات المفروض التاني ما يعرفش عنها اي حاجه، ولو ديمتري شافهم مع بعض هيشك ان هم يعرفوا كل حاجه. فالولد قال لهم خلاص يا جماعه بسيطه قوي، ادخلوا انتوا الاثنين كل واحد لوحده، وانا هخش اجيب الجهاز قدامكم وهتبقوا شايفيني من بعيد عادي يعني. هم ما كانوش عاوزين يسيبوه اصلي علشان ما كانوش واثقين فيه. على كل حال يعني عملوا فعلا زي ما الولد ده قال، كل واحد فيهم دخل لوحده وكانوا مراقبينه من بعيد. الولد دخل وراح البار علشان يجيب الجهاز، اتكلم مع الشخص اللي واقف على البار وقال له ان في جهاز المفروض استلمه، لكن الشخص ده ما كانش سامعه كويس، ده اللي خلى الولد يضطر ان هو ينط على البار يجيب الجهاز ويطلع تاني. في الوقت ده شافوا الامن بتاع المكان، فاخد الولد ده في اوضه كده على جنب. جو وبراد لما شافوه بياخد الولد كانوا رايحين وراه علشان ينقذوه، ولكن في الوقت ده في مجموعه ناس فجاه كده هجمت عليهم واخدتهم في ايديهم وهم رايحين على صاله الرقص. مش بس كده، ده خلوهم يرقصوا معاهم بالعافيه، وديمتري في الوقت ده كان موجود وعمال بيبص على الناس اللي بترقص وفرحان جدا. يوم فرح بنته بقى مبسوط جدا ومتاثر. المهم يعني بيتفرج على الناس اللي بترقص دي، بيشوف مين؟ بيشوف براد وجو. في اللحظه دي ديمتري بيشك ان هما الاثنين يعرفوا بعض، وكلف الحارس الشخصي بتاعه انه يقتل براد وجو. وبراد وجو اساسا كانوا شايفين ديمتري وهو بيكلم الحارس بتاعه، فهم الاثنين ادركوا ان ديمتري شك فيهم. في اللحظه دي عملوا حركه ذكيه جدا، فجاه كده هما الاثنين طلعوا مسدساتهم ووجهوها لبعضهم وسط الناس كلها، ده اللي خلى الناس كلها دخلت في حاله ذعر. ولكن ديمتري في الوقت ده تدخل وهداهم هما الاثنين. جو قال لديمتري هو في ايه؟ هو انت جايب الشخص ده علشان يقتلني هنا ولا ايه؟ ديمتري قال له لا يا عم مفيش حاجه، انت فاهم غلط، ده اكيد كان جاي يبارك لي على فرح بنت يعني. تعالوا اقعدوا هدوا نفسكم. واخد منهم مسدسات وهدى الدنيا، كمان اكل الطعم بكل بساطه. براد وجو بعد كده قالوا له هنستاذن احنا عشان معانا شغل، وسابوه ومشيوا. ولكن الحارس الشخصي بتاع ديمتري ما اشتراش الموضوع ده، كان حاسس ان هما الاثنين شغالين مع بعض. المهم جو بيخرج وبيروح عند عربيته، هناك بيلاقي الولد مستنيه عند العربيه واخد علقه زي الفل ومع الجهاز. فجو في الوقت ده بيستجدع الولد ده جدا انه ما سابهمش وهرب، مع انه كان قادر. وخدوه بعد كده في مطعم علشان ياكلوه. الولد اكل وبعد كده قال لهم داخل الحمام. فبراد وجو اتكلموا مع بعض وقالوا انه مش هينفع الولد ده يعيش بعد ما نخلص المهمه دي، لانه شافنا ويعرفنا ويعرف شغلنا كويس، وممكن في اي وقت كده عقله يقل منه ولا حاجه ويبلغ علينا. فاللي هيحصل كالاتي، نسيبه هو يروح يسلم المخدرات، وغالبا يعني الناس اللي هتستلم منه المخدرات هتقتله، ولو ما قتلوهوش احنا نقتله. براد قال له زي الفل انا موافق. وبنلاحظ في الوقت ده ان هما الاثنين دماغهم بدات تطبع على بعض، بداوا يتفقوا في معظم افكارهم وبقوا شغالين بدماغ واحده. في اللحظه دي الجهاز بيتبعت عليه العنوان، فهم الاثنين يا عيني علشان نظرهم ضعيف بيطلعوا نظاراتهم علشان يقروا العنوان اللي على الجهاز، والولد بعد كده بيجي لهم بيقولوا له على العنوان وبياخدوه للعنوان ده علشان يسلم البضاعه. هناك الولد بينزل من العربيه
العربيه علشان يروح المبنى اللي هيسلم فيه البضاعه. في اللحظه دي براد بيبان عليه ان هو ظهره كده وجعه، فجو من بصته ليه كده بيفهم وبيطلع له مسكن علشان الالم. فبراد بياخد واحده وبعد كده بيدي المسكن لجو، وجو بياخد واحده هو كمان. على كل حال الولد بيدخل المبنى ده علشان يسلم المخدرات، بس بيتاخر شويه كده. في اللحظه دي بنلاقي براد وجو بداوا يقلقوا على الولد، واتضح كده تقريبا يعني بدا يطلع لهم ضمير، كانوا خايفين عليه ولسه كانوا ناويين ينزلوا علشان ينقذوه. لقوا شويه عربيات جم فجاه كده، والناس اللي في العربيات ده نزلت ودخلت المبنى. في نفس اللحظه دي الحارس الشخصي بتاع ديمتري جه من وراهم وكان عاوز يقتلهم، فبسرعه جو اتحرك بالعربيه علشان يهرب من المرمى بتاع الحارس الشخصي. نزل بعد كده هو وبراد من العربيه وفتح الشنطه، طلع شويه اسلحه زي الفل. وعايز اقول لك يعني في ثانيه لا ثانيه هما الاثنين قتلوا الحارس الشخصي والاثنين اللي معاه. بعد كده اتجهوا بسرعه للمكان اللي الولد بيسلم فيه المخدرات. بالصدفه كده لقوا واحد طلع من المبنى ده كان بيموت، وبعدها طلع واحد تاني وكان بيموت برضه. المهم هما الاثنين بيدخلوا المبنى علشان يشوفوا ايه اللي حصل بالظبط. بيلاقوا كل الناس اللي جوه ميتين، ولكن وقيس فجاه كده الولد ده بيطلع لهم من شنطه عربيه. اتاري استخبى جوه الشنطه لما حصل ضرب النار. الواد ده في 70 روح مش ب7 ارواح. بيتضح ان كل الناس دي اللي قتلت بعضها كلهم عصابات ضد بعض، وان المخدرات دي كانت مسروقه من عصابه معينه. فالعصابه دي كانت بتحاول تعرف مين اللي سرقها منها، ولما عرفوا جم علشان يقتلوهم، ودارت خناقه جامده بينهم وكلهم ماتوا. جو في الوقت ده قال للولد احنا عاوزين نبين الحكايه ان العصابات بس هي اللي كانت هنا، واننا ما كناش موجودين في المكان ده. قول لي بقى هتعمل ايه؟ الولد قال له بسيطه، نحط المخدرات دي جنب اي واحد من افراد العصابه اللي سرقت المخدرات من عصابات تانية، وبكده هيبان ان دول دخلوا على دول فقتلوهم، فالتانيين ردوا عليهم وقتلوهم برضه، والليله كلها كانت بينهم وبين بعض. وحط المخدرات دي جنب واحد ميت من العصابه اللي سرقت المخدرات. في اللحظه دي جو وجه المسدس على الولد ده علشان يقتله، ولكن جو كان عارف ان الولد ده بريء، وانه دخل في الحكايه دي كلها وهو مش فاهم حاجه من الاساس، بغرض بس انه يساعد صاحبه. ده اللي خلى جو ما قدرش يقتله. فبراد في الوقت ده هو اللي ضرب الرصاصه، لكن ما ضربهاش على الولد، ضربها على كيس مخدرات علشان يبان ان الحكايه محبوكه شويه. واخدوا بعد كده الولد روحوا لغايه البيت، وهناك براد وجو طلبوا يقابلوا ابو الولد ده. بكل بساطه كده اتكلموا معاه وهددوه بانه هو او ابنه لو جابوا سيرتهم في اي حاجه بعد كده هيجوا لهم هما الاثنين ويفتكوا بيهم. بس كده وسابوهم ومشيوا، وراحوا بعد كده علشان يفطروا هما الاثنين في مطعم كانوا هما الاثنين برضه بيروحوا على طول. شوف يا اخي بيعملوا كل حاجه زي بعض، شكلهم كده هيطلعوا اخوات في الاخر. المهم بيتكلموا مع بعض وهما الاثنين كان باين عليهم انهم استريحوا لبعض، حبوا شغلهم مع بعض، ولكن هما الاثنين كبريائهم كان منعهم انهم يقولوا لبعض كده. فجو في الوقت ده سحب نفسه علشان يمشي، بس قبل ما يمشي ادرك حاجه مهمه. رجع تاني لبراد وقال له هي الست بتاعت الفندق دي جابت رقمك منين؟ وبيدركوا ان هما الاثنين ارقامهم اتوزعت على الست بتاعت الفندق وعلى مارجريت السياسيه دي من نفس الراجل اللي هما الاثنين بيشتغلوا معاه اوقات كتير. فهما الاثنين برضه استغربوا ليه الراجل ده وزع رقمنا احنا الاثنين لنفس المهمه، مع ان اي حد فينا كان ممكن يقوم بالمهمه دي لوحده. فبداوا يحسوا ان الموضوع مريب، واتضح ان الليله دي اساسا كلها كانت كمين ليهم هما من الاساس، لان الولد ده لما وقع في الفندق الراجل ده افتكر انه مات، فبعت لبراد وجو علشان هما اللي ينفذوا المهمه مكانه، وقال يضرب عصفورين بحجر. اللي هو ايه؟ هما طبعا يروحوا علشان يوصلوا المخدرات مكان الولد، فيقابلوا العصابتين دول فكلهم يضربوا نار على بعض، ولو جو براد عاشوا يبقوا كبش فدا، ولو ماتوا اهو يبقى خلص منهم، لانهم نفذوا له عمليات كتير ويعرفوا عنه اسرار كتيره جدا. ففي كلتا الحالتين الشخص المجهول ده هو الكسبان. في نفس الوقت اللي كانوا هما الاثنين بيدركوا فيه كل اللي حصل الليله اللي فاتت، كان في ناس بره المطعم بتحاصر المطعم من كل مكان علشان يقتلوهم في الوقت ده. براد وجو اخدوا بالهم من الناس دي وحضروا نفسهم علشان يقتلوا الناس دي. جو قال لبراد بقول لك ايه، انا لغايه دلوقتي ما عرفتش اسمك. براد قال له لو عشنا بعد المعركه دي هقول لك اسمي. وبعد كده بيبداوا الاشتباك مع الناس دي. بس كده الفيلم بيقفل وما جابوش ايه اللي حصل بعد كده، فممكن يعني يكون ليه جزء تاني. يا ريت تدوس على اللايك وتعمل كومنت وشير، ولو انت مش مشترك فاشترك وفعل الجرس علشان تجيلك اشعارات بكل الفيديوهات الجديده. واسم الفيلم هتلاقيه في صندوق الوصف. مستنيكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سامي زازا.